عايزه منك نصايح. جربت البتنجان طلع مجلد، والبطاطس حطيتها في ميه سخنه 5 دقايق وبعدين حطيتها برش زيت عادي طلع مجلد برده، والوارد حطيتها لم تستوي. مش فاهمه ايه الكلمه الاخيره، انما فاهمه البطاطس والبتنجان. طيب يا ستي، بعد عده تجارب كده انا عامله فيديو بخصوص البطاطس، تمام، هنزله تاني ان شاء الله. ولكن البتنجان هقول لك على الحاجتين عشان برضو لو عايزه تجربيها قبل ما انزل الفيديو. اولا البتنجان، بصي انت بتغسليه بس كده وتصفيه من الميه بتاعته وما حطيتلوش ملح. لما حطيت له ملح بالفعل جلد وما بقاش حلو خالص. لما تحطيه من غير ملح انت بس بتغسليه وتصفيه من الميه كويس، وبعد كده بتجيبي بوله كده صغيره تغطسي كل قطعه بتنجان فيها، وبعد كده بتحطيها في القلايه. انما بقى ان انت تنقعيه في ملح وبعد كده اما تحطيها ده هيجلد معاكي. حطيتي رشه زيت بسيطه ده هيجلد معاكي. وعموما كل الزيوت الباقيه بتنزل تحت في قاع القلايه الهوائيه او الاير فراير، تمام. ده بخصوص البتنجان، وبيطلع 100 100 لما بتعمليه بالطريقه دي. خلاص. ولو هتعملي بتنجان قطع صغيره حطي كله مع معلقتين من الزيت وفركيه مع بعض وحطيه في القلايه برده بيطلع تمام. انما بقى البطاطس حوار ان انت تحطيها في ميه سخنه وتطلعيها، لا بصي عشان تطلع معاكي حلوه وممتازه وما فيهاش اي حاجه باذن الله، انت هتجيبي البطاطس بتاعتك تغسليها كويس وما تحطيش ولا ملح ولا خل ولا ميه سخنه ولا اي حاجه خالص. هتصفيها كويس جدا، ويا سلام بقى كمان لو نشفتيها ده يبقى افضل. بس انا بصراحه مش بنشفها، انا بس بصفيها كويس جدا، تمام. وبعدين باخدها في القلايه او في البوله اللي انا صفيت فيها الاول، واحط معلقتين من الزيت، يعني حسب طبعا الكميه اللي انت بتعمليها، بس يعني عموما بتاع حوالي معلقتين من الزيت، وافركها بيها كلها. لكن مش برش عليها. لما رشيت عليها ما عجبنيش الطعم، جلدت الكلام ده كله. لازم تاخد كميه زيت كويسه شويه، يعني معلقتين مثلا على بطاطسايه واحده وتفركيها معاها كده، يعني تقلبي كده البوله بتاعتك او الطبق، وبعد كده حطيها في القلايه. وتكون درجه الحراره مش عاليه، تكون يعني مثلا على 160 170، يعني خصوصا اول 10 دقايق كده. وممكن تزوديها 180، انما ما تزوديش اكتر من كده، علشان لو حطيتيها على 200 هي هتتحمر وتاخد لون من بره ومش هتبقى مستويه من جوه. فلازم نحطها على درجه حراره متوسطه، يعني 170 بالكتير. خلاص، دي علشان تسوي البطاطس. انما البتنجان بتحط عادي على درجه حراره عاليه، وزي ما قلت لك حطي الزيت بالطريقه اللي انا قلت لك عليها وسويه على درجه حراره 200 عادي، مفيش اي مشكله، او اعلى درجه حراره عندك بياخد لون وكل حاجه. واحتمال ان انت ما ياخدش لون معاكي من تحت فهتقلبيه. ده في كل الحاجات، حتى في البانيه، في كله. البانيه عادي ممكن ترش عليها رشه من الزيت محترمه من بر، يعني على الوجهين، ده بيتعمل حلو جدا. فالتريكات بتاعت فعلا البتنجان والبطاطس عليها عامل كبير قوي. خلاص. انما بقى بصراحه تسويه اللحمه، تسويه الفراخ، الكلام ده كله هقول لكم في فيديو تاني برضو علشان تعرفوا تستفادوا منه باذن الله، او ما اطولش عليكم الفيديو ده. يا رب تكوني استفدتي وطمنيني وقولي لي